ايه هي علامات قلة تقدير الذات؟ هنتكلم النهارده عن 3 علامات من العلامات اللي تدل ان الشخص تقديره لذاته قليل. اول علامة اللي هو عدم تحمل المسؤولية، اللي هو الشخص دايما بيتجنب ان هو يبقى مسؤول عن اي حاجة، سواء بقى تصرف، سواء قرار، سواء ناس تانية. يعني الشخص اللي زي ده مستحيل يعمل بيزنس خاص بيه، لانه يخاف يبقى مسؤول عن ناس تانية وموظفين والاسر بتاعته، يخاف ان يكون في موظفين تحته ويبقى هو مسؤول عنهم. برضه ممكن الشخص اللي زي ده يأجل الجواز ويسوفه، لانه خايف من تحمل المسؤوليه، لان الجواز بقى بيقول ده مسؤوليه وهبقى مسؤول عن عيله واولاد والكلام ده كله، فيتجنب اصلا موضوع الجواز من اوله. فعشان كده دايما من علامات الشخص تقديره بذاته قليل ان هو دايما بيسوف القرارات والحاجات المهمه في حياته خوفا من تحمل المسؤوليه دي. الحاجه التانيه او العلامه التانيه ان هو دايما عايش في دور الشخص المظلوم، حاجه طبيعيه لان هو مش بيحب يتحمل المسؤوليه، فدايما اي حاجه بتحصل له في حياته بتبقى مش ناتجه عن تصرفاته هو، دايما واحد تاني هو اللي بيبقى السبب فيها. يعني حتى لو بيروح المواعيد بتاعته متاخر بيبقى السبب طبعا الطريق زحمه او اي حاجه عطلته او حاجه وقفته، لكن مستحيل يعترف ان السبب ان هو مثلا نزل متاخر عن الميعاد اللي المفروض ينزل فيه. لو قاعد في شغل معين دايما اي تصرف بيحصل او اي حاجه بيعملها بيبقى بسبب ان المدير بتاعه ظالم. هو فعلا ممكن المدير بتاعه يبقى ظالم، لكن عادة يعني عشان هو عنده الإحساس ده اللي هو الشخص اللي تقديره لذاته قليل بيجذب الظلم ده. يعني ممكن نفس المدير الظالم ده يبقى عادل مع حد تاني، لكن معاه هو يكون شخص ظالم. برضو العلامة الثالثة اللي هي من علامات قلة تقدير الذات، اللي هو الشخص اللي دايما بيعمل سلوكيات، يعني هدف من السلوكيات دي انه الناس تانية تعجب بيه. يعني تلاقيه دايما لو على السوشيال ميديا دايما يحب يتصور بحيث بقى يبين نفسه ان هو غني، ان هو بقى شخص رياضي وهكذا. يعني ممكن يشوف عربية شكلها غالية شوية يقف قصادها يتصور كأن العربية دي عربيته. برضو الناس اللي هم بيبقوا متجوزين وفي مشاكل كتيرة بينهم بين العلاقات والحياة بتاعتهم غير مستقرة، دايما تلاقيهم بيتصوروا في السوشيال ميديا بقى يبينوا ان هم بيحبوا بعض وان هو العلاقة ما بينهم احسن ما تكون، في سبيل ان هم الناس تعجب بيهم وان يبينوا ويصدروا للناس بقى الشكل المثالي اللي يخليهم يعجبوا بيهم. لو تعرف انت برضو علامات تانية بتدل على قلة الثقة بالنفس او قلة تقدير الذات، ممكن تشاركنا بيها في التعليقات.